صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. دايب غرام وحنين بمدح حبيبي الزين مشتاق ليك والله قلبي من. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة عليك، ربنا يجعلها يا رب جمعة مليانة بالخير والسعادة والطمأنينة لقلوبكم ولبيوتكم يا رب العالمين. الولاد عندي بقى صابع عليهم امتحان، ربنا يوفقهم وينجحهم يا رب. فقلنا نروق عليهم ايه وهما بيذاكروا كده بأحلى صينية كيكة بالشوكولاتة بصوص اقتصادي ورهيب. تعالوا بينا كده الأول نشوف مقادير الكيكة بتاعتنا بتقول ايه. معانا كوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، نص كوباية لبن، وهنحط عليه نص كوباية مية سخنة، ومعانا نص كوباية كاكاو، 3 بيضات، وباكو من الفانيليا وباكو من البيكنج باودر، ومعلقة من الخل. هنحط الكلام ده كله في الخلاط. ال3 بيضات هنحطهم مع السكر، هننزل عليهم باللبن، وننزل عليهم بباكو من الفانيليا، نحط عليهم الزيت ومعلقة من الخل. نص كوباية المية السخنة دي بقى للكيكة ام شوكولاتة سحر، بتساعد على التسوية الجيدة ليها، وبتخليها ايه طرية كده زي الجاتوه. هنضرب الكلام ده كله كده في الخلاط مع بعض ضرب جامد لغاية ما السكر يدوب مع بقية المكونات. نجيب بقى معانا هنا كوبايتين من الدقيق، هننخلهم كويس قوي بمنخل سلك ناعم، الكوباية التانية، وننخل عليهم نص كوباية من الكاكاو، الكاكاو الخام، هنحط عليهم كده باكو من البيكنج باودر، هننخله برضك عشان لو في اي تكتلات تنزل وما يبقاش يعني في حتت وحتت، لا ننخله كله كده عشان ما يبقاش في اي تكتلات في الكيكه، تبقى كلها ناعمه معايا وما فيهاش اي كلكعه ولا تكتلات. ومعانا معلقه كده من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان علشان بتظهر نكهه الشوكولاته في الكيكه. هنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض قبل ما ننزل بالخليط السائل بتاعنا بالشكل ده كده. نخلي المكونات كده تتجانس مع بعض، وننزل عليه بقى ايه بالمكونات اللي احنا ضربناها ايه في الخلاط، رشينا لها كده رشة من الملح، ذرة صغيرة. متنسوش بقى تعملوا لنا لايك وكومنت حلو كده منكم، ولايكاتكم الجميلة اللي بتسعدنا عشان ترفع الفيديو بتاعنا. نزلنا كده بالسائل اللي في الخلاط كله، نبتدي بقى نضرب كده في اتجاه واحد بالمضرب، لو عندك مضرب كهربائي ماشي شغال، كله كده في اتجاه واحد، ونضرب بسرعة لغاية ما تبقى معانا بالشكل ده كده. القوام بتاع الكيكة بتاعتي ولا تقيلة ولا خفيفة، القوام مظبوط. نحضر كده بقى صينية ألمونيوم أو قالب بايركس، أي حاجة اللي عندكم، صينية اللي هي الوسط. ننزل بقى في الخليط، ندهنها الأول بدهنة من الزيت، وننزل فيها بالخليط بتاعنا، ونكون الأول الفرن قبل ما نبتدي بأي حاجة نكون مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، ولو فرن البوتاجاز درجة متوسطة عشان ايه يسخن معانا. هنا كده بنساوي الكيكة بتاعتنا، نخرج منها الهواء وندخلها الفرن. شايفين شكلها بالشكل ده كده. تعالوا بقى بينا كده نحضر صوص الشوكولاتة الاقتصادي الجميل. تعالوا بينا كده نشوفه. معانا كوباية ونص من اللبن، معلقة كبيرة من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، نص كوباية كاكاو، معلقة كبيرة من القهوة أو النسكافيه. هنحط كده الكوباية ونص اللبن عليهم النشا والدقيق، عليهم نص كوباية الكاكاو، معلقة كبيرة من القهوة أو النسكافيه عشان تظبط معانا طعم الشوكولاتة، نص كوباية من السكر، ونضرب الكلام ده كله مع بعض على البارد. بعد كده نرفعهم على النار،
نضرب كله كويس قوي قبل ما نرفع على النار عشان ما يتكتلش معانا. رفعناهم على النار، استوت معانا وبقت بالشكل ده، صوص كريمي وجميل. عندك بقى مكعب من الشوكولاته تقومي حاطاه فيه، دي اضافه يعني، بس بتعلي الطعم. هنا بقول لكم ان السلطانيه البايركس اللي كنت بعمل فيها اتكسرت لي على النار، فاضطريت انقلها في طبق. حملتها في طبق ألمونيا ورجعت نقلتها في الطبق ده كده. شايفين صوص كريمي وجميل ازاي؟ نحط له بقى معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت علشان اللمعه بتاعت الشوكولاته بتاعتي، يبقى الوش كده الشوكولاته لامع وجميل، تديله لمعه رهيبه. شايفين الشكل؟ متنسوش طول ما انتوا واقفين والنهارده الجمعه تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين الصوص بتاعي كريمي وجميل ازاي؟ الصوص ده رهيب لاي حاجه، الكيكات، لحشوه اي حاجه. هنا كانت الكيكه بتاعتي استوت، شايفين شكلها ما شاء الله عامل ازاي، وهشه جدا. هبتدي بقى كده اخرمها عشان هسقيها باللبن بالكاكاو، معلقه كوبايه من اللبن عليها معلقتين من الكاكاو. كوبايه اللبن اهي، احط لها معلقتين من الكاكاو. ده كان كاكاو محلى عادي اللي هو بنحطه على اللبن. هقلبهم كويس قوي وارجع اسقي بيهم الكيكه بتاعتي عشان تبقى طريه زي الجاتو. وهي ما شاء الله كانت طالعه هشه وجميله وطريه جدا. هوزع كده اللبن بتاعي عشان الجناب كده تتشرب وكل حته في الكيكه. شايفين ما شاء الله مرتفعه وجميله ازاي وطريه وهشه. نجيب بقى الصوص الجميل بتاعنا ده، شايفين كريمي وجميل. هنزل عليه بالكيكه بعد ما تكون اتشربت خالص من اللبن بتاعي. بوزع الشوكولاته كده عليها. بالشكل ده كده. هسوي الوش خالص بالشوكولاته، خلي الوش كله فيه شوكولاته من اللي انا عاملاها دي. واجيب بقى كده دي للجرنشه، اللي مش حابب خلاص هي كده تمام قوي. اجيب بقى كده شوكولاته مبشوره ومرشها على الوش، ده للتزيين يعني. اللي مش متوفر عنده الشوكولاته دي خلاص عادي. بالشكل ده كده. اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يخش ويعمل لنا اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. وده الشكل النهائي لكيكه الشوكولاته معانا، ما شاء الله كيكه ناجحه هشه وطريه ومرتفعه بصوص شوكولاته اقتصادي وجميل. نقطعها بقى كده ونوريكم كده قد ايه مستويه وقد ايه الصوص بتاعها كريمي وجميل. نطلع كده قطعه معاكم عشان اوريها لكم من جوه كده هي قد ايه مستويه، عشان تجربوا الطريقه دي كده وان شاء الله هتعجبكم. وربنا يحسن دايما كده ما بين ايديكم عشان الولاد يقعدوا يذاكروا ويلاقوا حاجه جنبيهم كده تشجعهم على المذاكره. ربنا يوفقهم يا رب هم واولاد المسلمين كلهم، ويسهل لهم الصعب دايما وينجحهم كلهم، يجعلهم من المتفوقين الاوائل. احط لهم كده بقى. هوريكم قد ايه صوص الشوكولاته بتاعها جميل وفي لمعه جميله كده من معلقه الزيت اللي حطيناها ومعلقه السمنه. الصوص ده اقتصادي وينفع لاي حشوات وينفع للدوناتس، لما تحشيه بالدوناتس بيبقى طعمه جميل جدا. شايفين الكيكه قد ايه هي طريه وفيها صوص شوكولاته سايح كده بيدوب في البق، يدوب كده وطعمها يجنن. يا ريت تشجعوا اولادكم باي حاجه بسيطه وهم قاعدين يذاكروا، بصينيه كيكه بقى، باي حاجه بيحبوها من الاكل تقوموا تعملوها لهم علشان يحسوا ان فيه اهتمام وتشجيع مننا ليهم. ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم.